تعالوا بقى اقول لكم هنقسم ازاي اللحوم اللي احنا جبناها في الميزانية بتاعة الاسبوع. هنا الفرخة اللي انا كنت جايباها ب170، وهنا الكبدة متقطعة كده بانيه عشان هقلي منها واعمل منها جريل برضو. وهنا اللحم المفروم هقسمهم بقى واوريكم قسمتهم ازاي. قطعت الفرخة على كام قطعة وهتكفي معانا كام وجبة. يعني انا هقطعهم كلهم، هقطع الفراخ اقصد، واشوف هتكفي معانا كام وجبة. والكبدة والمفروم هيكفي معانا برضو كام وجبة. هقطعهم واقسمهم وارجع لكم اوريكم هيكفوا معانا كام وجبة ان شاء الله يعدوا معانا الاسبوع كمان. انا هنا بقى قسمت التقسيمات بتاعة الفرخة، والنص كيلو مفروم والنص كيلو كبدة، وطلعت نص فراخ وراك من عندي من الفريزر. اللي انا قلت لكم كان في فرخه عندي سبت بقى بقيتها، وان عندي وجبتين في الفريزر وبقيه الوجبات بتاعتهم اهي كلها لحوم ما شاء الله هتكفي. يعني كل كيس من ده وجبه. دي الهيكل بتاع الصدر، عشان انا عملت الصدر بانيه، قطعته كده بانيه بس ما تبلتوش، شيلته كده على اساس مثلا لو عايزه اعمله بعد كده شاورما ولا حاجه، غيرت رايي اعمله شاورما ما يبقاش يعني متبل للبانيه بس. تمام. آه يبقى كده دي وجبه ودي وجبه ودي وجبه. دي معاها الكبده والقنوصه بتاعه الفرخه والجناحين واللي هو الهيكل بتاع الفرخه والرقبه بتاعه الفرخه. تمام. دي هعملها وجبه مثلا على صينيه بطاطس مسلوقين كده ومحمرين مثلا جنب جنب مكرونه. اي حاجه من الاكلات دي هتمشي معاها، رز مكرونه عيش، اي حاجه هتعمليها معاها هتمشي، هتبقى تمام جدا كده. نص الكبده قسمته على النصين. ده تبلته ازاي؟ تبلت حطيتهم في بوله وحطيت عليهم ملح وفلفل وكزبره ناشفه وتوم مهروس. تمام. لما باجي بقى اطلعهم بعصر عليهم نص ليمونه. لما باجي اطلعهم اللي هو يعني على السوا. دي التتبيله بتاعتها. سبتهم يتبلوا يعني اقل حاجه ساعتين عشان يتبلوا كويس جدا، لان انا كده كده هفرزهم. سبتهم يتبلوا كويس وبعد كده حطيتهم في الكيس وهفرزهم. عملوا لي كيسين، يعني النص كيلو عملوا لي وجبتين. هنا برضو النص كيلو، بس دول زي ما قلت لكم في الفيديو كانوا ازيد من نص كيلو جرامات يعني. تمام. هنا المفروم نص كيلو قسمته برضو على وجبتين. هقول لكم بقى ان شاء الله برضو هنعمل بيها مثلا صينيه بطاطس تبقى حلوه جدا، تبقى طعمها مش قادره اوصفه لكم، والريحه بتاعتها تجنن. تبقى اكله فعلا مشبعه جدا ما شاء الله، تكفي 5 افراد وزياده، يعني 5 افراد اكلين. هتقولي لي يا داليا هو ده الكيس ده 250 جرام هيكفي 5 افراد؟ هقول لكم هتشوفوا بنفسكم وان شاء الله هوريكم قدام عينيكم. تمام. هنا قلنا البانيه. انا عملت الصدر بتاع الفرخه الصدرين. عملت الصدر هنا بانيه حطيته في كيس، والصدر التاني بانيه برضو حطيته في كيس. عمل لي وجبتين. تمام. هنا الدبوس بتاع الفرخه اللي انا جايباها طالع منها دبوسين، والوركين اللي انا طلعتهم من الفريزر اللي كانوا عندي طلعت منهم دبوسين، وبقيه الحته اللي بتبقى كده دي في الدبوس حطيته هنا في الكيس ده في الوجبه دي يعني، مع الحتتين بتوع الفرخه بتاعت النهارده. واخدين بالكم اهي هي باينه اهي. 4 قطع كده ما شاء الله بيبقوا كبار، يبقوا حلوين جدا. آه، بس انا كده الوجبات قسمتها معاكم اهي اللي احنا جبناها بتاعت الاسبوع. هتكفي طبعا اكتر من اسبوع. تعالوا نعد كده مع بعض. ادي وجبه 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 وجبات. وعندي كمان النص بتاع نص الفرخة اللي كان باقي اللي هي الصدور في التلاجة في الفريزر، يبقى 10 وجبات يكفوني 10 ايام.
غدا محترم كل يوم هتاكلي. هتعملي لحوم زي ما انت شايفة كده، بطريقة حلوة جدا جدا ومشبعة جدا جدا وموفرة جدا جدا. هتقدري تحوشي، هتقدري توفري. احنا اتفقنا ان شاء الله عايزين بقى من هنا وجاي نوفر. في ناس كتيرة جدا لحد دلوقتي ما شاء الله اللي متجوزة بقى لها 10 سنين، 15 سنة، 16 سنة، 7 سنين او سنة حتى، محدش حوش اي حاجة. فمع بعض ان شاء الله هنبتدي رحلة التوفير. في نفس الوقت مش هنحرم نفسنا من اي حاجة. يعني مثلا انا نسيت اصور لكم التين الشوكي في الفيديو اللي فات. في فيديو المشتريات بتاعه الاسبوع جبت لهم تين شوكي عبوه كده، هتلاقوها في الشورتس، انا منزلاها في الشورتس. عبوه فيها 13 واحده ب 40 جنيه. يعني جبت اكل وجبت خضار وجبت فاكهه وجبت كل حاجه ما شاء الله، وما حرمتش نفسنا من اي حاجه ووفرنا كمان. وجبت لهم زبادي برضو، جبت لهم مثلا ايه تاني، جبت لهم كورن فليكس، جبت لهم الحاجات اللي هم بيحبوها. يعني انا اقصد مش حارمين نفسنا من اي حاجه، الحمد لله رب العالمين. كل حاجه بيحتاجوها بجيبها لهم، وفي نفس الوقت نوفر بقى شويه عشان الايام صعبه جدا جدا والايام الجايه اصعب جدا. فنحاول على قد ما نقدر بقى يعني ايه نشيل قرش كده زي ما بيقولوا يعني. ف ان شاء الله باذن الله مع بعض واحده واحده. وهبقى برضو اعمل لكم فيديو حلو قوي للتحويش، وازاي مثلا نجيب سبيكه ربع جرام، نص جرام، او حتى جرام. تقدري اي واحده شاطره وست بيت تقدر تعمل لنفسها ميزانيه حلوه جدا، بتوفر جدا جدا. تقدري توفري منها، تقدري تحوشي، تقدري تجيبي اللي انت عايزاه حتى لو مش هتجيبي ذهب. بس هو الاستثمار زي ما احنا عارفين اليومين دول كله في الذهب. لو مش عايزة تجيبي دهب يبقى هتجيبي حاجة نفسك فيها. كلنا بيبقى نفسنا في اوقات حاجات نفسنا فيها، بس الفلوس بتأثر معانا. فان شاء الله مفيش حاجة هتأثر معانا، وبإذن الله كل يوم هتاكلي لحمة وفراخ وكبدة. ما جبتش سمك النهاردة، ما جبتش السمك الصراحة، بس مش مشكلة. انت ممكن تشيلي بند من البنود دي وتحطي بدلها سمك. لو انت يعني مثلا عايزه لحمه وفراخ وسمك تشيلي مثلا الكبده، لو عايزه مثلا اي حاجه تانية تشيلي مثلا لحمه، تشيلي الفراخ، تشيلي اي حاجه من البنود دي وتحطي بدلها السمك لو انت عايزه سمك. بس انا قلت مش مشكله السمك اللي كنا لسه واكلينه قريب، فعشان ما يزهقوش جبت لهم الحاجات اللي هم بياكلوها او الحاجات اللي هم بيحبوها. فانت دايما عودي نفسك ما تجيبيش الحاجه وخلاص عشان يبقى عندك مثلا كل حاجه، لا، ما تعوديش نفسك على كده. عودي نفسك تجيبي الحاجة اللي هم بياكلوها اللي هم بيحبوها، عشان مفيش حاجة تتبقى وحاجة تترمي. بس هو ده التوفير، وهو ده تعرفي تحوشي منه. وان شاء الله نبدأ مع بعض السلسلة بإذن الله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم وما كنش طولت عليكم، ويكون التقسيمه عجبتكم. قولوا لي بقى لو التقسيمه بتاعه ال الاسبوع ده عجبتكم. ما شاء الله انا قلت لكم هي مشتريات الاسبوع بس هتكفي معايا 10 ايام، يعني فاضل 5 ايام. لو انا قضيتهم مثلا كشري وسلطه مره، مكرونه حمراء وبيض مره، او مكرونه حبه وحبه وبيض مره، برضو هيعدي ال5 ايام، هيبقى عدى نص الشهر. نص الشهر ب1000 جنيه. يعني توفير التوفير. لو عايزه حاجه اقل من كده كمان قولولي في التعليقات، وانا هعمل لكم ان شاء الله باذن الله كل اللي انتوا عايزينه. شوفوا انتوا عايزين ايه وانا عينيا الاتنين ليكم. اي ميزانيه اي حاجه عايزين نعملها لكم هعملها لكم. لو عايزيني اعمل معاكم منيو الاكلات طول الاسبوع نعمله مع بعض ان شاء الله طول الاسبوع، وتتابعوا معايا ان شاء الله، وتقولوا لي اكتر مثلا حاجه عجبتكم. التقسيمات كده عجبتكم برضو ولا ايه؟ الاكل لما بعمله ما شاء الله الكميه بتبقى حلوه جدا والله، مش بتبقى قليله، لا ما شاء الله. بصوا اهم حاجه لما تطلعي صدقه بتلاقي بركه كتير جدا في الميزانيه بتاعتك. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه تطلعي الصدقه بتاعه الميزانيه بتاعه كل شهر، دي اول حاجه. وبعد كده بقى نشيل ال10% اللي احنا اتفقنا عليهم، وبعد كده نجيب الحاجه بتاعتنا بقى. واهم حاجه لما تاخدي الميزانيه بتاعتك ما تنزليش على طول على الفراخ واللحمه والسمك والكبده، لا، تنزلي على البقوليات اللي هي البقاله. تروحي عند البقاله تجيبي مكرونه، تجيبي رز، تجيبي سكر، تجيبي
عدس، لوبيا، فاصوليا، الحاجات اللي هي الناشفه ديت هي دي اللي بتنفع في البيت جدا. انت لو ما عندكيش لحمه وفراخ وسمك و... وكبده هتقضي اليوم وهيبقى زي الفل. هيبقى شويه رز مثلا مع شويه خضار، اتقضى وبقى زي الفل. تجيبي مثلا تونه تعمليها مره مع بطاطس، وشويه تحابيش كده جنبها، مع شويه خيار، مع شويه قوطه او طماطم، بالدنيا بتمشي وبتبقى زي الفل. انتي عمود بيتك، انتي اللي تعرفي توفري وانتي اللي تعرفي تهدري. الست هي اللي تعرف تهدر وهي اللي تعرف توفر. زي ما بيقولوا كده، الراجل بحر والست سد. يعني هي دايما اللي بتلم وراه سد. لو هو مثلا مصرف، انتي تكوني تسدي وراه، تحوشي، انتي تحوشي. وفي رجاله بخله، لو هو بخيل هو لازم واحد كده واحد كده. في رجاله بخله، وممكن الاتنين يبقوا مصروفين وممكن الاتنين يبقوا ماسكين. فهو لازم يبقى في حد في البيت عارف يعني يمشي بيته ازاي، يحوش ازاي، يعمل ميزانية لنفسه ازاي. واهم حاجة زي ما قلت لكم الورقة والقلم. انا وانا نازلة السوق كنت كاتبة الحاجة اللي انا عايزاها بسعرها. انا عارفة طبعا الاسعار عشان بشتري على طول، وقعدت فتره ما انزلش، بس دايما كل ما حاجه تجيلي كنت اسال سعرها كام، سعرها كام، عشان برضه ابقى عارفه الاسعار. طول ما انت ماشيه بالورقه والقلم، عمر الميزانيه ما هتخرف منك، او ما مش هتاثر معاكي. يعني هتفضل معاكي لحد اخر يوم في الشهر، وهتوفري منها، وهتاكلي كل يوم لحمه وكبده وسمك وفراخ، وكل حاجه انت عايزاها ونفسك فيها هتعمليها. بس انت خليكي ست بيت كده شاطره وناصحه، وتحوشي. اهم حاجه تحوشي. القرش ده هو اللي هينفعك، القرش ده هو اللي مش هيخليكي تتحوجي لحد. القرش ده هو سندك بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. آه، فان شاء الله هنبدأ بقى سلسلة التوفير والتحويش والميزانية الحلوة اللي احنا جبناها ديت. اتمنى ان شاء الله ان يعني تكون عجبتكم وتنفذوها وتقولوا لي فعلا وفت معاكم ولا لا. اللحمه دي انا بعملها، بجيب ده ربع كيلو، بيكفي 5 افراد، 5 افراد مرتاحين يعني، بناكل ونشبع ويتبقى منها شويه كده لو حد عايز ياكل تاني او حاجه. بعمل معاها شويه رز وصينيه بطاطس. بعملها ازاي؟ ما بحطهاش كده، ما بعصجهاش واحطها على صينيه البطاطس، لا. بجيب اللحمه المفرومه ديت واحط عليها بصله كبيره او بصلتين على حسب ما انت عايزه يعني، مفرومه فرم ناعم كده. بتحط عليها ربطه بقدونس، وبتحط عليها ملح وفلفل فقط لا غير. ما تحطيش عليها اي حاجه تانية نهائي. تعجنيها في بعض كويس جدا جدا جدا، وهتجيبي صينيه كده حلوه. هتقومي فارده اللحمه مع البصل مع البقدونس والملح والفلفل. هتفرديها زي ما تكوني بتبططي كده فطيره في قلب الصينيه، سواء في صينيه مربعه او مدوره. انا بعملها عندي في صينيه مدوره كده بتبقى حلوه. واقطع البطاطس، ما بتبقاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. اقطع البطاطس حلقات كده واحطها. بعد ما بحط دي، بعد ما بفرد دي زي ما هي مفروده كده بتبقى رقيقه كده يا بنات، تمام. بفردها بتبقى رقيقه. بعد ما بفردها بحط عليها البطاطس، شرايح البطاطس حوالين الصينيه كلها. وبعد كده بزودها شويه ميه صغيرين جدا جدا، وبحطها يا دوبك تغلي على النار، واقوم موطيه عليها. بعد ما بوطي عليها بقى، طبعا بتبقى متغطيه. انت بتشمي الريحه اصلا بتجوعي، بتموتي من الجوع، مش بتجوعي بس. الاكله دي حلوه جدا جدا والبيت كله هيحبها. الطريقه دي حلوه قوي الصراحه، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم قوي. دي طريقتي في البطاطس باللحمه. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. مع شويه بقى رز بشعريه او رز حبه وحبه، يبقى اكله روعه. شويه عندك شويه مخلل تمام، ما عندكيش زي الفل. بس كده ونبقى كلنا ووفرنا والدنيا تمام. بس حبايب قلبي انا كده يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومات اللي عندي، يا رب اكون قدرت افيدكم. بس يعني انا لو مش فاكره حاجه تانية، يعني هو دي كان اهم الحاجات اللي انا اقول لكم عليها. يا رب اكون وفيت وكفيت ووفيت زي ما بيقولوا.
وتكونوا استفدتوا من الفيديو باذن الله ويكون عجبكم، وقولوا لي التقسيمات دي عجبتكم ولا لا، ومين اللي هيجربها ومين مش هيجربها. بس اتمنى ان انتوا تجربوها لانها هتفرق معاكم جدا جدا جدا. اشوفكم يا حبايب قلبي على الف خير، واقول لكم دلوقتي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. ايه رايكم بقى في اكله النهارده؟ قضيناها كده اكله شعبيه زي ما قلت لكم بقى. مش كل يوم هناكل لحوم او فراخ او بروتين يعني. ممكن بقى تعملي معاهم بيض. هما الولاد ما كانوش عايزين معاها بيض، فانا عملت بقى البطاطس، عملتها صوابع، وعملتها برضو ترانشات كده بتبقى طعمها حلو قوي وهي مقليه. وعملت هنا فلفل وشطه، وهنا مخلل، وهنا تونه قطعت عليها طماطم كده. ممكن تقطعي طماطم وفلفل وبصل زي ما انت حابه، او زي ما الولاد عندك بيحبوا. هنا طبعا قطعت خيار، هنا تونه بقى ساده، في ولاد برضو عندي بيحبوها ساده، وقطعت شرايح كده طماطم. وكانت اكله النهارده وغدا النهارده في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. اكله مشبعه وحلوه جدا، بتاكل جدا جدا طبعا في الحر اللي احنا فيه دوت. انا حبيت ان انا مثلا قلت لهم هتاكلوا ايه النهارده، قالوا لي على الاكله دي، فربنا يبارك فيهم ويهديهم يا رب، ودايما يبقوا مريحين كده على طول. فهناكل النهارده بقى الاكله دي، اكله شعبيه مصريه اصيله. ممكن تجيبي معاها فول وطعميه، ممكن تجيبي معاها بتنجان، تعملي معاها اي حاجه. ممكن زي ما هي كده زي ما احنا هناكل النهارده، تبقى اكله في منتهى الجمال، حلوه جدا والكل بيشبع. واكله الصراحه من الاكلات الصيفيه اللي بتفتح النفس. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. حاجه كده على السريع قلت اشارككم معايا. هنروح بقى ناكل، اقصد هدبها مش هناكل. وهسيبكم دلوقتي في رعايه الله يا حبايب قلبي، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.